قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت قلت وقولك الحق وأنت أصدق الصادقين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد فوق ما نقول، ولك الحمد كما تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد بنعمة القرآن، ولك الحمد بنعمة الإسلام، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا. لك الحمد كما نقول، ولك الحمد كما تقول. اللهم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم واجعله دليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وارفعنا بالقرآن، اللهم وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم وفقنا للعمل به، اللهم وفقنا للعمل به. اللهم واجعله شافعا لنا يوم القيامة، اللهم واجعله شافعا لنا يوم القيامة. اللهم ها نحن قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ومقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا.
اللهم واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده علينا ونحن بالصحة والعافية. اللهم تقبله منا، اللهم واغفر تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ووفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يقيمونها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ووفق أمراءنا لخدمة الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ علماءنا واحفظ نساءنا. اللهم احفظهن من التبرج والسفور. اللهم اهد شبابنا. اللهم احفظهم من المخدرات والمسكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم واجمعنا مع نبينا في جنة الفردوس الأعلى. اللهم واجمعنا مع نبينا في الفردوس الأعلى. اللهم أوردنا حوضه. اللهم وشفعه فينا. اللهم واحشرنا يوم القيامة في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واجعلنا على الصراط من المجتازين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وانقلهم من ضيق اللحود
إلى جناتك جنات الخلود. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا أفضل منازلنا. اللهم اجعل قبورنا أفضل منازلنا. اللهم رحمك يا ربنا. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا، ونسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ودود يا قهار، يا الله يا الله يا الله، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم واعتق رقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءنا وأعداء الدين بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحاقدين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن أولاد القردة والخنازير قد طغوا وبغوا، اللهم فأنزل عليهم عذابك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية وأرنا فيهم آية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم واجعل أسلحتهم غنيمة للمسلمين بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصرهم في غزة. اللهم وانصرهم على عدوهم وعدونا. اللهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وداو جرحاهم وأطعم جائعهم. اللهم وثبت أقدامهم. اللهم واربط على قلوبهم. اللهم وسدد رميهم ووحد صفهم وتقبل شهداءهم. اللهم
اللهم وتقبل شهداءهم، اللهم وتقبل شهداءهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيل إعلاء كلمتك. اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم بنصرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختمه لنا بغفرانك. اللهم وتقبله منا، اللهم وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم من أوصانا بالدعاء فاغفر له وارحمه، اللهم بارك له في رزقه وفي ماله وفي أولاده وأزواجه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم. اللهم ونور قبره بنور الإيمان، اللهم وافسح عليه قبره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرض ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.